علشان أشوف شنو راح نسوي بالتكة. فلقيت هذه صلصة المسالة، نسويها مثل المرقة كذي المسالة، طبقات مع العيش. نشوف بعد شنو نحط معاها شغلات ثانية. هذا معجون الفلفل وايد حلو، وايد راح يعطي نكهة حلوة. أنا لقيته هني في مركز سلطان سلوى. هذا هني بعد نوع ثاني من صلصة المسالة، هم تقدرون تاخذونه إذا ما حصلتوا النوع الأولي، متوفر بكل مكان. شوفوا هذا بعد هني بودرة، هم بحار المسالة. راح أخذ هذا أنا بعد 100 مسالة. وأنا أخذت بعد تكة من اللحام، بس أبي أوريكم تكة غنم. أنا حاليا بالمطبخ قاعدة أجهز حق وصفتنا. شوفوا هذا التكة اللي خليناه وراح نشكه بعواد ونشوي. أول شيء الحين راح نسويه، راح نتبل التكة مالتنا. حطيتها في بايركس مثل ما انتم شايفين. راح أتبلها بليمون، فلفل أسود، شوية زيت زيتون. راح أحط من معجون الفلفل الأحمر اللي وريتكم إياه، وبعد راح أحط لها ثوم وملح. أفرك التكة عدل، وبعدين راح أشكها بصياخ مع فليفلة وبصل. راح أحط الثوم تقريبا ملعقة طعام، هني ربع كوب زيت زيتون، ليمون بعد هم ربع كوب. راح أحط الفلفل الأسود. صورت فيديو المسح، حطيت 3 ملاعق طعام من معجون الفلفل الأحمر وملح، وراح أخلط التتبيلة مع التكة. طبعا هذه التتبيلة ممكن انتم تعتمدونها حتى حق المشاوي، وايد راح تطلع حلوة، يعني بس لو تشكونه بصياخ وتشوونه عادي. الحين راح أشك اللحم، وراح أحط فلفل بارد، وراح أحط بصلة معه. قاعد أشك اللحم، راح أحط بعد بصل، فلفل بارد بين كل قطعة وقطعة. شوفوا هالطريقة، 3 قطع 4 قطع ماكسيموم، ما أبي يكون وايد علشان يستوي اللحم على راحته. وراح أوريكم لما شوفوا هذه الكمية اللي خلصناها. طبعا في عندي وحدة هني ما تشتغل بضمير، ضحكي 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 علمك، أنا ضحكي ضحكي 1,000,000 سنة صار لها عندي، ما تعرف تشك التكة. شو أسوي فيها؟ شو أسوي فيها؟ الحين أنا ببلش بهالمجموعة اللي عندي. حطيت الشواية على النار على ما يخلصون الباجي. الحين راح أحط سياخ تكة على النار. حطيناهم بهالطريقة، نخليهم يستوون على نار متوسطة، لا تكون حامية عشان ما يحترق. طبعا أنا قلت لكم إنه راح نسوي عيش معاه، فراح يكون العيش الحين بالكاري، راح يكون لونه أصفر. الحين حق العيش حطيت 3 كفاش سمنة، وضفت لهم نص كوب بصل، وراح أشوح البصل بالسمنة. وهني شوفوا قلبنا التكة على الوجه الثاني، شلون اللحم استوى. الشوي راح يعطينا طعم خيالي. الحين حطيت حق العيش، حمسة العيش، مكعبين مرقة دياي، نص ملعقة طعام ثوم، ملعقتين كاري. راح نقلبهم مع بعض، ومجهزة ماي مغليانة راح أكبتها فوقهم. نخلط عدل 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 نحمص. الحين راح أضيف الماي المغلي، وأعدل الملح، وأضيف العيش أكبسه. بس تغلي المرقة هذه عندي اللي سويتها حمسة العيش، راح أكت العيش وأخليه لما يستوي على نار متوسطة. الحين بعد على ما يستوي العيش وعلى ما يستوي التكة، راح أسوي المسالة مالت اللحم، المرقة مالت اللحم. راح نحط حبتين طماط مكعبات، هني 2 فلفل حار، كزبرة خضراء، معجون المسالة البودرة اللي أخذتها،
راح احط علبة كريمة حامضة، اللي ما عنده كريمة حامضة يقدر يحط روب. راح احط بصل، ثوم، وهذه المسالة الجاهزة اللي خذيتها. اللي ما يحصل هذه المسالة الجاهزة عادي حطوا بس البودرة، مو مشكلة. انا حطيتها بجرب. الحين بسوي المسالة المرقة. حطيت سمنة وحطيت بصل، ربع كوب سمنة مع نص بصلة. اشوح البصل لما يذبل شوي، بعدين راح اضيف له ملعقة طعام ثوم واقلب. الحين غلى الماي مال العيش، راح اكت العيش. انا هني حاطة شيلة ونص. مستوى الماي يكون 1 سنتي فوق العيش. ما راح اغطيه الحين، راح اخليه عقب تالي راح نغطيه. حطيت الثوم مثل ما قلت لكم، اقلبه، وراح اضيف الطماط والفلفل الفلفل الحار، واقلب عدل واحمصهم يميع لما يذبل عندي الطماط. طبعا واضح اني قاعد اكل، قاعد اجرب التكه، التتبيله مو طبيعيه. شوفوها شلون. الحين جاهزه، نشيلها ونحط الحين راح اضيف كوب كزبره خضراء، وراح اضيف 3 ملاعق من المسالة مالت اللحم. اقلبهم يميع عدل مدل. شوفوا العيش الحين نشف الماي من على الوي. راح اغطيه واوطي النار واخليه يستوي على راحته. الحين راح اضيف علبة معجون الطماط. احمس المعجون هني بالنص، وبعدين اقلبه احمسه عدل مدل، وبعد راح نضيف الكريمة الحامضة ونقلبهم يمين. راح اذوب الكريمة الحامضة، ابيها تمتزج عدل، لاحظوا تمتزج متعوب عليها. حطيت ملح، والحين راح اضيف جلاصين ماي واخلط عدل واشوف مرقتي شلونها تجي. جلاصين ماي كافيين. راح اخلي المرقة الحين لما تغلي تصير جاهزة. هذه الدفعة الثانية من التكة حطيناها، ننطرها تستوي والطعم حده يمي يمي. طبعا لاحظوا ان انا للحين ما ضفت المسالة الجاهزة. ابي اوريكم ان تقدرون تستغنون عنها ومرقتنا لذيذة. انا مدام هي متوفرة راح احطها، اعزز النكهة عندي. اليوم مصطلحاتي قوية، اعزز سوالف. قاعدين نعزز النكهة من هنا، مو مني ترى، هذا كله من الرياضة. وانا اسوي الطبق الحين يتني فكرة، راح اقدمه بطريقتين مختلفين عن بعض، وانتم اختاروا اللي يناسبكم. اول طريقة راح اخلي التكة نفس ما هي واصب الصوص فوقها بهالطريقة. شوفوا ما راح اشيلها. شوفوا هذه اول طريقة، كذي راح تتقدم التكة مع المسالة مالتها. ثاني مجموعة هي اللي راح احطها بالمرقة. راح اشيلها من الصياخ واخليها مرقة. شوفوا راح اشيلها من العود واحطها بالمرقة. اقول لكم مو مني. بهالطريقة هذه المجموعة الثانية. قدمت لكم طبخين طريقة مختلفة في آن واحد. قاعدين ننزل تكة في المرقة مالتنا ونخلطهم عدل مدل. يمي يمي يعت. ومرقتنا هني بعد جاهزة، لأن اللحم عندي مستوي والمرقة قاعدة تتسكر على النار. راح نشبها الحين.
هذه التكة مسالة مالتنا قدمناها لكم طريقتين، ديروا بالكم من العود. الطعم حده يومي يومي، أنا آسفة. العيش بعد استوى، الحين بنشبعه بوريكم الشكل النهائي حق الطبق. هني نشبنا العيش، هذه مرقتنا، هذه التكة مالتنا، لازم تجربونها.